من أكثر من 4000 سنة الناس لاحظت إن مضغ لحاء شجرة الصفصاف بيخفف الألم والحرارة. المصريين القدماء والإغريق كانوا بينصحوا بغلي الصفصاف لعلاج الصداع والحمى. سنة 1828 قدروا العلماء يعزلوا المادة الفعالة من الصفصاف وسموها حمض السلسليك. المشكلة إنه كان فعال جدا لكنه قاسي على المعدة وبيعمل تهيج شديد. سنة 1897 كان في عالم ألماني اسمه فيليكس هوفمان شغال في شركة باير الألمانية، كان عايز دواء يخفف ألم والدته اللي بتعاني من روماتيزم بدون ما يدمر معدتها، فعدل حمض السلسليك كيميائيا وأضاف له مجموعة أسيتايل وطلع مركب جديد اسمه حمض الأسيتايل سلسليك، أقوى أأمن وألطف على المعدة. ليه اسمه أسبرين؟ الإي اللي في الأول أسيتايل، سبير جاية من نبات سبيرا الغني بالسلسلات، الإن دي كانوا بيضيفوها العلماء في أسامي الأدوية في الآخر. في الأول كان مسكن وخافض حرارة فقط، وبعد كده العلماء اكتشفوا دوره في منع تجلط الدم وكمان تقليل خطر الجلطات القلبية والمخية، وده خلاه واحد من أكثر الأدوية استخداما في تاريخ البشرية.